يا صباح الفل. موضوع تقييم الذات أو تقييم النفس هو موضوع غريب شوية، مش كتير من الناس بتتكلم فيه، لكن هو موضوع مهم جدا في حياتنا. أولا، هو إيه تقييم النفس ده؟ هو عملية شاملة بقيم بيها ذاتي، زي إن أنا أحدد نقاط قوتي وضعفي، أقيم إنجازاتي، أفكر في عاداتي اللي أنا بعملها، أفكر في علاقاتي وشكلها. كل ده بيكون بهدف ان انا احسن ادائي وانمي تقديري لذاتي وانمي قدراتي النفسية والعقلية. طيب اعمله ازاي؟ بكل بساطة، ان احنا لما ندور دايما على السلام الداخلي وندور عن طريقة ان انا اوصل بيها للهدوء النفسي، ابعد عن مراقبتي للاخر، ابعد عن مقارنتي للناس اللي حواليا، ابعد عن العادات الوحشة، ابعد عن التكبر، ابعد عن الحقد والزعل من الاخرين. كل ده بيزود ثقتي في نفسي، بيساعدني ان انا احسن شعوري ناحية الحاجات اللي حواليا والناس اللي حواليا، وبالتالي بيحسن شعوري ناحية ذاتي، بيخليني افكر بشكل ايجابي. فبالتالي كل ده بيصب ان انا بعيش حياة احسن. فتقييم الذات يا جماعة ولا هو جلد ذات ولا هو تأنيب للذات، ولكن هو بكل بساطة تقييم صغير للي انا بعمله في الحياة، واقدر احسنه ازاي، واقدر اعمل ايه عشان ابقى احسن وعيش حياة احسن ومسالم اكتر وعندي سلام داخلي اكتر.